احداث بقى كتير قوي وتفاصيل كتير حصلت، وسور ريمبرنس حصل كتير قوي للين ولصاحبة الين. اوكي، وهم خلاص يعني اتصارحوا واتواجهوا وعرفوا ان هم الاتنين كانوا مع بعض في نفس في الباست لايف، ومش مكان، ومش بس الباست لايف واحده، هم كانوا مع بعض في كذا حياه. انا زي ما قلت لكم احنا نقدر نفتكر لحد 3 أو 4 حيوات. خلاص، واللي احنا بنفتكره دولت يبقوا تاكدوا ان هم دولت اللي فيهم كارما اللي احنا جايين عشان نشتغل عليه. اوكي، فهم خلاص فهموا ان دي مش اول حياه، وبقى لهم كذا حياتين او 3 تانيين مع بعض، وعرفوا ان هم في نفس الكارما، وان الكارما تقيله، وان هم عليهم ان هم يكملوا الشغل. بصوا يا جماعه، لما تبقى كارما تقيله كده وباشخاص كتير قوي في القصه، ارواحكم، عشان كده بقول لكم الخطه الالهيه ربنا بيبقى رسمها لكم محكمه جدا، وانتوا محتاجين تصدقوا في ارواحكم قوي. ربنا بعت للين حد يساعدها، وبعت برضو لصاحبة الين عشان هما الاتنين يساعدوا بعض، وعشان هما الاتنين يثقوا، لان زي ما قلت لكم العلاقة دي ممكن تودي من كتر ما هي غيبياتها كتير، او مش غيبياتها، احنا بنسميها غيبيات، بس هي ايه، احنا مش متعودين على كده، مش متعودين على حته التسليم كتير والروحانيه كتير والحس والوعي البصيره اللي فيها الكتير دوت. فالواحد بيجي لفتره ويحس ان هو انا عايش بقى فين، انا في الارض ولا في السماء، ولا هو انا فين بالظبط، وبيبتدي يخاف. فاهمين قصدي؟ هنا فربنا هنا هوت مع ارواحكم بتبقى عامله حساب الموضوع ده، بتتجمعوا مع بعض علشان تقووا بعض، وعلشان تحركوا طاقات بعض، لان انتوا طاقتكم انتوا الاتنين مع بعض كتوائم شعلة هتعرفوا تفتكروا اكتر وتفتكروا اسرع، فتشتغلوا على كرماتكم اسرع. وده اللي حصل فعلا مع الين وصاحبة الين. اوكي، آم الين دخلت في سور ريمبرنس كتيرة قوي، وكانت وصلت لمرحلة ان خلاص بقى هي تعبت، فهي قررت ان هي عايزة تنسى الموضوع، ومش زعل من اليانج، بس هي يعني خلاص زهقت، فعايزة تسيب الموضوع وعايزة تنسى، وقررت ان هي عايزة حتى الطرف التالت هي عايزة تسامحها، عشان عايزة تشفت بقى، هي عايزة تعيش حياتها بشكل تاني مختلف. خلاص، فبصوا يا جماعة، لما يبقى ميعاد الكارما ان هي الكارما دي هتتفكك في الحياة دي، هتتفكك في الحياة دي، هيحصل كل حاجة هترجعكم تاني تشتغلوا على الموضوع دوت. خلاص، وده فعلا اللي حصل في القصة ان هوت معانا. تعالوا بقى نرجع شوية كده هوت، انا عايزة ارجع لحتة الباست لايف. وركزوا معايا في الكلام اللي احنا هنقوله دوت يا جماعة، قسوه على الحياة بتاعتكم، على القصص بتاعتكم، هتعرفوا بالظبط ايه اللي حصل. هو ايه اللي حصل بقى في الباست لايف بالظبط ما بينهم، ايه اللي جرى في الموضوع الفترة دي يا جماعة؟ احنا بنتكلم تقريبا، انا بحاول هقرا لكم، يعني احنا بنتكلم، خلوا بالكم الفترة اللي هي بقى فترة العشرينات والثلاثينات، والفترة دي كان اغلب العالم في حروب، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية التانية. خلاص، انتوا هتلاقوا في أحلام كده انتوا بتحلموها بالكلام ده، فهو اعرفوا ان انتوا روحكم عاشت حاجة معينة هنا اهوت، أو عاشت قصة معينة هنا اهوت، أو في تروما معينة كده اهوت. خلاص، فاللي حصل ان الفترة دي هما اغلب العالم فيها في حروب، فالين الين اصلا على فكرة هما كانوا في كل حياة، الين واليانج بيكونوا مختلفين الجنسية ومختلفين الديانة. الحياة ديت هي اول حياة هما الاتنين يكونوا نفس الجنسية بنفس الديانة. تمام، فاللي حصل ان هي وقتها الين عاشت كانت عايشة حياة كانت صعبة جدا، لانها كانت من المهاجرين، من المهاجرين، واتعرفت على اليانج في البلد بتاعته. خلاص، المهاجرين وهم صغيرين، يعني هي عاشت الحرب، وارواح توائم الشعلة. انتوا خلوا بالكم الفتره ديت كان في حروب كتيره جدا. خليني اقول لكم، كان في مثلا الحرب اللي هي بتاعت مذابح الارمن. خلاص، تركيا اللي كانت عاملاها على الارمن، ففي ناس هتلاقي بتفتكر صور وذكريات عن الفتره دي. خلاص، في عندكم الفترة بتاعت عرب الأندلس يا جماعة وحروبهم مع الأندلس، دي فترة تانية برضو تاني، توائم الشعلة برضو. وفي ناس على فكرة توائم الشعلة عايشوا في كذا حرب من الحاجات دي، فعشان كده بقول لكم انتوا أرواحكم شافت كتير. خلوا بالكم انتوا انتوا يعني انتوا اوريدي حياتكم، أرواحكم تعبانة، انتوا فعلا شايلين حاجات كتير، وفي نفس الوقت انتوا مفعلين الألم عند بعض من زمان جدا، اللي هو مشاعر الرفض والنبذ والهجر من غير ما تبقوا واعيين خالص. فهي اللي حصل. فعندكم كمان ادي فترة تانية عرب الاندلس والاندلس، واللي هم الاسبانيا. خلاص، كانت الفترة ديت الحرب ما بين اسبانيا وعرب الاندلس. اللي حصل ايه، هتلاقوا ناس بعد كده طلعوا على شوفشان اللي هي في المغرب، او حتى هتلاقوا البنى نفسه شبه قوي بتاعة الاندلس.
ده بسبب الاشخاص اللي كانوا عايشين هناك اللي هم عرب الاندلس، وراحوا نقلوا حياتهم، فراحوا عند شوشان اللي في المغرب. اوكي. هتلاقوا عندكم كمان الامازيغ اللي احنا بنسميهم الجي بي سي. اوكي. الامازيغ دول برضو قصه تانية، ودول برضو ليهم قصه، اتعرضوا لاضطهادات كتيره. فانتوا شايفين يعني هو مش بس على فكره قصص اليهود، خلوا بالكم ان احنا بس تصدر لنا اليهود، الهولوكاست بتاع اليهود، لكن احنا ما نعرفش اي حاجه تانية. الكل اللي انا قاعده بكلمكم فيه ده لسه جديد قوي بيتعرف في الحياه اللي احنا فيها ديت، لكن الحاجات دي كانت مخبيينها، والحاجات دي كان فيها مآسي كتيره خلاص. وارواحكم عاشت الحاجات دي كتير قوي من توائم الشعلة لما بيحصل لهم سور ريمبرنس بيفتكروا الديتيلز بتاعه الحاجات دي. اوكي. فالين في الحياه ديت هي يعني في الفتره اللي هي الحياه الباست لايف، هي كانت في واحده من الحاجات اللي فاتت ديت خلاص. فالمهم هي وكانت من هي صغيره وخلاص بقت من المهاجرين، واتعرفت على اليانج في البلد بتاعته. تمام. بصوا الفروقات ما بين توائم الشعر. اوكي. بتبقى مقصوده. يعني ايه؟ هتلاقوا حد ممكن مستوى اعلى من التاني او حد، وعلى فكره انتوا بتبقوا بتغيروا من الحيوات بقى. يعني ايه؟ يعني مثلا لو حد مستواه عالي في حياه، الحياه اللي بعديها هيبقوا هتغيروا، حد التوأم التاني هو اللي هيبقى مستوى عالي والتاني هيبقى ممكن عادي خلاص. وكل الحاجات دي يا جماعه بتبقى مقصوده جدا ما بينكم، بحسب بقى انتوا الرساله والدور اللي انتوا نازلين تعملوه، بحسب الدروس اللي انتوا جايين تشتغلوا عليها او تتعلموها في الحياه، وبحسب طبعا الكرم. اوكي. فهي كانت حياتها صعبة، يعني هي كانت صعبة قوي، مرت بحاجات كتيرة جدا ولما حصل لها سور ريمبرنس هي تعبت جامد قوي. اوكي. وعلى فترات بقول لكم، يعني هقول لكم بالظبط اللي حصل ايه. ف فاوريدي هي طالعه من باك جراوند اختلافات بقى ثقافيه، دينيه، وكمان هي طاقه انثويه بس. يعني هما تخيلوا انتوا الين جايين في الحياه ديت، وبنتكلم على ان انتوا مش غير متوازنين في طاقتكم الانثويه ومحتاجين تعالوا الطاقه الذكوريه. فتخيلوا بقى انتوا امال انتوا كنتوا في الحياه اللي فاتت كنتوا عاملين ازاي. فهي كانت ين يعني انثويه ما تعرفش حتى يعني ايه الطاقه الذكوريه دي خلاص. فهي اصلا عندها كارما جايه بيها من الحياه ديت، اللي هي كارما عطاء زياده. الكارما هي بصوا هي عليها كارما حلوه وكارما وحشه. والكارما يا جماعه بتبقى حاجتين، ممكن تبقى كارما حلوه، ممكن ترجع ان انتوا تتولدوا تاني بسبب ان انتوا عملتوا كارما حلوه. يعني ايه؟ يعني انتوا كنتوا معطائين بزياده، بتنسوا نفسكم بزياده خلاص. ما هو ده برضو فيه ظلم للنفس وظلم للروح، فهتضطروا ان انتوا ترجعوا تتولدوا تاني في الحياه عشان تشتغلوا على الموضوع، عشان توازنوا الموضوع دوت. فاهمين قصدي؟ يعني عشان بس في ناس كانت فاهمه ان الكارما يعني بس الكارما حاجه وحشه، لا، ممكن تبقوا عملتوا خير وعملتوا حاجه حلوه ولكن عملتوه بزياده. فهي مثلا دي من ضمن هي عندها كارمتين، عندها حاجه حلوه وعندها حاجه وحشه. فالحاجه الحلوه بتاعتها ان هي كانت معطاءه قوي، ده غير ان هي كان ليها كذا دور يعني بتعمله. وعلى الاغلب انتوا كتوائم شغل هتلاقوا دايما عندكم هدف، عندكم رساله، شغالين خدمه مجتمعيه، في حاجه حتى لو هتناولوا حد شويه ميه، بس لازم في عندكم حاجه كده هو بتخدموا فيها او بتتطوعوا فيها خلاص. فهي كانت من النوع دوت، هي كانت مشهوره في الحته دي خلاص. كان بتعمل حاجه خدمه مجتمعيه، ومن هنا اتعرفت يعني على اليانج. اليانج بقى حياته كانت ايه؟ ولكن هي كانت من عيله بسيطه. يعني احنا لو بنتكلم على هي عيلتها بسيطه، ولكن هي عشان بس معروفه في الحته بتاعتها. طب الناحيه التانية اليانج كانت حياته ايه؟ هو كان عكسها. فروقات بقى توائم الشعلة اللي احنا بنتكلم فيها يا جماعه خلاص. هو كان عكسها، هو كان عيله غنيه، وفي نفس الوقت هو كان شغله ومشهور ومعروف، فهو برضو البوزيشن بتاعه يخليه يسمح له ان هو يبقى عيله، يبقى في بوزيشن حلو. يعني فاهمين قصدي؟ ان هو عيله غنيه وكمان البوزيشن بتاعه مستوى طبقه عاليه. فده كان اول فرق ما بينهم. خلينا اقول حاجه بسرعه على الموضوع الاطراف الثالثه. الاطراف الثالثه على فكره على فكره هما الاثنين عليهم كارما في الحياه ديت، الين واليانج في الحياه دي عليهم هما الاثنين كارما، وده بسبب الاطراف الثالثه عندها وعنده من الحياه اللي فاتت خلاص. ابتدوا اعملوا لينك بقى لقصتكم من هنا اهوت، عشان تجمعوا بالظبط انتوا عندكم ايه المشكله او ايه اللي موقف عندكم العلاقه خلاص. فاللي حصل ايه بقى؟ ان هي عايزه اقول حاجه سريعه عن موضوع الاطراف الثالثه.
الاطراف الثالثه تاكدوا 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 ان هم هيبقوا الاشخاص اللي دايما المحيط بتاعكم، والمحيط اللي هو ما بيطلعكمش بره الكومفورت زون خالص، اللي هو ايه من الاخر ان انتوا هتبقوا حاسين هتتخدعوا وتفتكروا ان هو ده الامان والاستقرار، وهتشوفوا ان الحب تهور. هي دي الكارما، خلوا بالكم من الحته دي خلاص. وده اللي حصل فعلا على فكره، ده اللي حصل لهم في الحياه اللي فاتت. بمعنى ان لو انتوا التوأم مثلا مستواكم بسيط، فتاكدوا ان الطرف الثالث هيبقى زيكم، فمش هيبقوا مش هيبقى في اي مشاعر خوف ان انتوا تبقوا معاهم خالص. انتوا شايفينهم هيبقى زي هيبقوا هم كمان مستواهم بسيط. لو انتوا مستواكم عالي هيبقوا هم كمان مستواهم عالي خلاص. اللي هو بنحس ان انتوا تحسوا ان انتوا عادي، يعني هم مننا وعلينا بقى، فخلاص مش فارقه. هي بالظبط بتبقى عامله كده اهو. اوكي. وانتوا الفكره ان انتوا بتشوفوا المواضيع من السطحيه، بتفتكروا ان هم عشان نفس مستواكم، ولا اللي هو يعني مش هيطلعوكوا بره الكومفورت زون، يعني مش هيطلعوا المخاوف بتاعتكم على السيرفس، على السطح. فانتوا بتفتكروا ان ده كده امان او ده الاستقرار. تلبسوا بقى وترسموا بقى، تكتشفوا الحقيقه، تكتشفوا ان هو داخليا هم مختلفين عنكم تماما. فبيبان بقى الحقيقه، بس انتوا بتبقوا خلاص تعبتوا، تبقوا لبستوا، ما بتبقوش عارفين بقى تطلعوا ما نطلعش، نفضل قاعدين مكملين. ثقافة واختلاف دين واحداث كتيرة جدا حصلت خلاص. مش هنتكلم فيها، مش بتاعتنا، ما تخصناش. اللي يخصنا دلوقتي ايه؟ يخصنا دلوقتي ان نتيجة البيئة اللي هي اتربت فيها والحروب اللي هي طلعت منها وطبعا ده عشان كده بقول لكم الحمد لله ان دي اول حاجة انتوا تقدروا تفهموا منها ان في حاجة اسمها وعي، وفي حاجه اسمها علاقه توأم شعله، وان انتوا في علاقه توأم شعله. زمان ما كناش نعرف، ما حدش كان يعرف الكلام ده خالص. تمام. فهي طبعا مش عارفه الكلام ده، هي مش عارفه يعني، وفاكراها عادي علاقه عاطفيه هتمر، يعني ايه المشكله يعني هتمر. ده عمل عندها ايه؟ خلاها ما بتؤمنش قوي بالحب. فاكرين بيفكركم في حد ايه اللي ما بيفكركمش في حد في الحياه ديت؟ بخلاها ما بتؤمنش بالحب، وخلاها شايفه ان الحب ده حاجه كبيره قوي وكتير عليها، هي مش رفاهيه، هي مش قدها. اوكي. وهي عايزه تركز في حياتها، وعايزه اللي هو يا دوبك يعني بتبني هي حياتها بقى ومش عارفه ايه كده هوت. وحقيقه ان في الباست لايف اليانج عمل كل حاجه علشان يرسم مع الين، ولكن هي اللي رفضت. تمام. وهي دي الكارما بتاعتها. بصوا زي ما قلت لكم، وكل فيديو بقولها لكم، هتتعدد الاحداث وهتتعدد القصص بتاعتكم كتوائم شعلة خلاص، ولكن بيبقى في حاجات جنرال عليكم كلكم. الحقيقه ان انتوا الين في الحياه ديت انتوا جايين، انتوا المطاردين، كارما عليكم من الحياه اللي فاتت، لان هتتعدد القصص. ولكن الحقيقه ان اليانج في الحياه اللي فاتت هم عملوا اللي عليهم، من حته ايه؟ ان هم جابوا الوحده الخارجيه، ان هم كانوا، هو يا اما هم هيبقوا كانوا عايزين يرسموا معاكم وانتوا اللي رفضتوهم خلاص، وهم حاولوا يعملوا كل حاجه ويقنعوكم ان انتوا تختاروا الحب. بصوا بقى، تختاروا الحب خلاص، بس انتوا هتبقوا شفتوا ان الحب دوت تهور، فما رضيتوش تختاروه. اوكي. يا اما انتوا فعلا رسمتوا مع توائمكم واخترتوه في مرحله، ولكن فقررتوا ان انتوا تعبتوا، ما فيش تشافي، هو انتوا مش عارفين اصلا ايه العلاقه ديت خلاص، فتعبتوا فقررتوا تسيبوها وتنفصلوا عنه. هو ده، هي دي الكارما خلاص. زي ما قلت وزي ما بقول لكم، دي بقى التفاصيل بتاعتكم انتوا، كاين عليكم ان انتوا تعرفوا بالظبط القصص بتاعتكم رايحه فين. اوكي. فهو عشان كده الين في الحياه ديت انتوا المطاردين، لان انتوا اللي رفضتوا اليانج في الحياه اللي فاتت خلاص. اليانج جايين هم رافضينكم في الحياه ديت جزء من الكارما. وعلى فكره الكارما بتتغير اول احنا بنشتغل على التشافي بتاعنا، اول ما بنفهم ايه السبب اللي خلانا نرفض الحب ويحصل لنا تلاعب ومش عارفه ايه كده، هو الكارما بتتقلب على طول وبتتغير، وبنعرف ان احنا نكسرها. اوكي. فارجع تاني للحياه بتاعه الين. فاللي حصل زي ما قلت لكم، حصل احداث كتيره قوي، وهي شايفه ان العلاقه دي صعبه جدا عليها، محتاجه حاجات هي مش هتقدر عليها، والاختلافات ما بينهم كانت قويه. وتم تهديدها كمان من اللي انا قلت لكم هنا، هي من المهاجرين. وزمان ما كانش سهل ان حد ياخد جنسيه ومش عارفين، البلاد ما كانوش بيعملوا كده، هو مش بيجنسوا يعني. فاللي حصل ايه؟ ان هي تم تهديدها من الطرف الثالث. المخاوف يا جماعه، بصوا بقى، خلوا بالكم، هو القصه ايه يعني، هو دايما في مكنون للحاجه.
انتوا بتخافوا من السلطه، خلاص، بتقدروا تواجهوا السلطه ولا لا؟ اوكي، بصوا بقى احنا بنقلبها ازاي. انا عايزاكم عشان بس تبقوا ايه، تعرفوا تحللوا القصص بتاعتكم، فتعرفوا توصلوا المشكله جايه منين. فهي الحياه اللي فاتت هي اتهددت، فهي شافت ان لا لا لا، انا مش عايزه القصه دي خالص، انا مش عايزاها، انا هلاقيها منين ولا منين ولا منين، مش عايزاها، وافتكرت انها هتعدي، انتهينا. اوكي. فراحت ان هي سابت العلاقه بقى خالص، وسابت كل حاجه، وراحت ان هي رسمت مع طرف تالت. خلاص، طرف تالت تبعها من جنسيتها زيها كل شيء، وراحت مرسمه معاه. خلاص، الموضوع يقف كده؟ ما يقفش. عشان كده بقول لكم هتكتشفوا في الاخر ان هي برضو في الصورة الروحانية الكبيرة قوي، ان هو الصراع الازلي ما بين الخير والشر، وكل جنب بيحاول ان هو يجند الجنود بتاعه. فاهمين قصدي؟ المفروض الطبيعي، المفروض ان هي خلاص هي سابت العلاقة ومش عايزة حاجة، ومش عايزة حاجة من اليانج، وسابت كل حاجة خلاص، وراحت كمان رسمت. بس الموضوع ما وقفش معاها على كده اهوت. اللي حصل ما وقفتش ان هي راحت رسمت و... والموضوع المفروض بقى خلاص، طب هي سابته يعني، هي طب هتعمل ايه تاني؟ خلاص، ما وقفتش على كده. اللي حصل ان الطرف الثالث قررت انها تنتهي، يعني تنتقم تماما من الين. بلعبة ما، بطريقة ما، بدون الدخول في تفاصيل كتير، هي عرفت توصل لحد من صحاب الين، غير صاحبتها الأساسية دي وفية يعني دي، لأن في قرم هنا، هو قرمة صحاب أصلا على الين واليانج. خلاص، فانتوا برضو ده جزء من انتوا محتاجين تعرفوا انتوا بتقربوا مين في الدوائر حواليكوا، بتدخلوا مين في علاقاتكم. تمام. فهما الاتنين برضو كان عليهم قرمة صحاب، لأن هما الاتنين اتأذوا من شلة الصحاب بتاعتهم. اوكي. فالمهم اللي حصل بعد كده هو ان هما زي ما بقول لكم الطرف التالت قررت انها من الاخر كده هي حرضت على قتلها. فهي حصل حاجه يعني بصوا تفاصيل كتيره، موقف حصل بلعبه بمش عارفه ايه، والين فعلا ماتت فيها يعني. خليني اقول لكم ان الين اصلا ماتت نتيجه التعذيب، وما كانتش لوحديها الين، كان معاها بقى مين؟ كان معاها صاحبتها اللي احنا كنا لسه بنحكي عليها في الحياة ديت. خلاص، وصاحبتها اصلا توأم شعلة، وكانت وقتها متجوزة، يعني كانت وقتها متجوزة برضو من توأم شعلتها، فكان هما الاتنين كانوا معاهم، وما كانوش لوحديهم، كانوا معاهم بتاع 3 4 تانيين، ولا او اكتر كمان 5 كانوا موجودين في المشهد دوت. فاللي حصل مين بقى اللي مات؟ الجوز اللي هو التوأم شعلة الكوني، اللي هو جوز صاحبتها الين، اتوفى، وهي ماتت نتيجة التعذيب في اللي حصل دوت. خلاص، عرفتوا بقى ليه بابا اليانج في الحياة ديت من تيم الإرشاد بتاع صاحبتها الين. شايفين الدنيا بتمشي ازاي، وشايفين الترابط بيحصل ايه في الآخر، وشايفين القصة أصلا بتتبني ازاي. سبحانك يا رب، يعني متخيلين؟ وعلشان كده هو كان بيساعدهم هما الاتنين عشان يوصلوا للحقيقة، وهما الاتنين الكون بيجمعهم عشان يقدروا يفكوا الكارما بتاعتهم. خلاص. الين حصل لها ايه في الحقيقه دي؟ لما في الحياه ديت، لما عرفت اللي حصل لها اخر سور ريمبرنس دوت، هي دخلت تقريبا هي دخلت المستشفى من الاخر يعني، هي تعبت. هو اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ عشان كده دايما اقول لكم مش يمكن رحم في اوقات كتيره قوي بتبقى رحمه من ربنا ان احنا مش فاكرين كل تفصيله. خلاص، بتبقى حقيقي رحمه. اولا لان التروما بتبقى بصوا التروما، بصوا هو ايه اللي بيحصل؟ هو التروما بتروح في الصندوق في اللاوعي بتاعنا، بتستخبى. خلاص هي موجوده، احنا بنفتكر انها مش موجوده، بس هي بتبقى موجوده. اوكي. ولما بيحصل لها اي محفز او اي حاجه بتطلع بكل حاجه، وده اللي حصل مع الين. لما حصل لها اخر سور ريمبرنس دوت، هي عاشت كل تفصيله بنفس الالم، بالوجع، بالتعذيب، بكل حاجه بالظبط كانه بيتعاد تاني. فهي شافت المشهد كانه من اول وجديد، وشافت اللي بيحصل لها. خلاص، وده اللي خلاها انها راحت فيها المستشفى، لانها هي عاشت. هو مش بس كده، هو حصل لها بقى الاوجاع. فاهمين قصدي؟ دي مشكله التروما، انها لما بتتفتح خلاص هي بتتفتح، هي بتتنظف،
بس وقتها بتبقى صعبة جدا بصراحة يعني خلاص. فعشان كده دايما اقول يا جماعة ما تستعجلوش، يعني انتوا لو ده مش وقت الميعاد بتاع روحكم ان انتوا عايزاكوا تعرفوا معلومة او تعرفوا حاجة، خلوا كل حاجة الوقت بوقتها. لان تأكدوا ان ده معناه ان انتوا كروح يعني كروح او كقوة روحية او قوة نفسية، انتوا دلوقتي لسه مش في المرحلة اللي تقدروا تستحملوا فيها ان انتوا تعرفوا كل الحقيقة كاملة. اوكي. آم، خليني برضو وكمان علشان بمناسبة ان احنا بنتكلم على حتة السول ريمبرنس، عشان كده دايما نقول الوعي اساس كلمة الوعي. يعني ايه؟ يعني الحضور هنا والان، ان احنا نكون موجودين وحاضرين بذهننا وبوعينا في الحالة ديت. ولكن لما بيبقى زي ما بقول لكم، لما يبقى ميعاد ان احنا الروح عايزة تخلص، تفك الكارما بتاعتها او عايزة تخلص، بتعمل كده اهو. تمام. كمان حاجة ان الارواح ممكن بيخشوا في حاجة اسمها ايه. بصوا الارواح ممكن يخشوا كلهم، العيلة الروحية يخشوا في صدمة كلهم مع بعضهم، يقرروا ان هما كلهم الروح يعني بتعمل سيناريو ليهم كلهم ان هما كلهم يخشوا ايه في صدمة، عشان تعرف تهدم كل الوعي الجمعي اللي هي مش عارفة تتخلص منه، وسكون الماتريكس وكل الكلام ده، وتبتدي تبني على نظافة. لان لما احنا زي ما قلت لكم ان الصدمة ده قانون من قوانين التغيير بتاعة الكون خلاص. ولما بيحصل لنا صدمة، هو ايه اللي بيحصل؟ كل الافكار بقى والمشاعر كل ده بيتهد. يعني احنا بتبقى فيه افكار والايجو ماسك قوي مسيطر قوي، واحنا مش عارفين نسيطر عليه خلاص. فهي الروح مش عارفه تتحكم، ومش عارفه تنقلنا لدرجه تانية من التشافي، ومش عارفه تنقلنا لدرجه تانية من الوعي. فبتروح عامله ايه؟ بتدخل اصحابها في الصدمه. بيحصل ان ممكن العيله الروحيه كلها يخشوا في صدمه جماعيه. وحتى كانت سمية الناصر كانت قريب كانت بتتكلم على فيديو الموضوع ده، بس الناس ما كانتش فاهماه. هو ده بسبب الحاجه دي. لما الروح بتفقد الامل او بتزهق من كل الوعي الجمعي وسجون الماتريكس، وما بتبقاش عارفه تتخلص، بتروح عامله ايه؟ كعيله روحيه بيختاروا ان هم يختاروا سيناريو لحياتهم يبقى فيه صدمه ليهم كلهم، بحيث ان هم لما يتصدموا المشاعر والافكار والكل ده بتتهدى عندهم. بنوصل لمرحله من حاله الحياه، او عارفين الحاله اللي احنا بنقول عليها اللي هي مش فارقه. الحياه مش فارقه خلاص، ما احنا عرفنا اللي فيها. المرحله دي اسمها مرحله اللي هي زي مراحل المديتيشن كده او الزن. اوكي. المرحله دي الحلو اللي فيها ان الروح بتعرف هي بقى اللي تبتدي تقود بدل الايجو، وبتعرف تبني حاجه جديده. فمن هنا عشان كده حته الصدمه للاسف بتبقى على قد وجعها، لكن بتكون مهمه في البنى والتشافي. على فكره الطرف الثالث هي قدرت انها توصل للين عن طريق واحده من صحباتهم. عشان كده بقول لكم ان في كارما صحابي هو في العلاقه دي. بصوا هو الكارمات كتيره جدا دلوقتي. بصوا، اولا هو ايه اللي حصل بعد كده؟ هي الين ماتت خلاص. انا قلت لكم الين خلاص بقى ماتت، وجوز صاحبه الين ماتت، واليانج كمان هو كمان اتوفى. اليانج مات نتيجه للي حصل لموت الين. فانتم متخيلين مين اللي بيموت؟ توائم الشعلة اللي هم عمال النور. عرفتوا اللي انا قاعده بقول لكم ان هي هتتعدد الكلام كتير والظروف، ولكن انتوا هتكتشفوا ان هو فعلا الصراع ما بين الخير والشر في الاول وفي الاخر. الشر هيعرف يجند ناس، وهيعرف يخش، وهيعرف يعمل اي حاجة علشان يسيطر، وعشان ما يخليهم ما يشوفوش الحقيقة فيتصرفوا غلط، فيعملوا حاجات غلط، كل الكلام ده. تمام. وهي على فكرة برضو شافت الموت بتاع اليانج. بصوا اصعب، خلوا بالكم حاجة، اكتر تروما بتبقى عندكم هي بتبقى اصعب تروما، واخر تروما انتوا بتبقوا قادرين تفتكروها، ما بتبقاش اول تروما، لانها من كتر ما بتبقى صعبه جدا واحداثها ومشاعرها بتكون صعبه عليكم خلاص. يعني هي شافت الموت بتاع اليانج قبل ما تعرف هي ماتت ازاي. هي عرفت هو ايه اللي حصل له وكل التفاصيل قبل ما هي بتاعتها. هي دي اللي زي ما قلت لكم، دي اللي نهت بقى عليها خالص. يعني هي كان على كل فتره من فترات السول ريمبرنس كانت بتتعب فيها، وكانت بتقعد فتره تعبانه فيها مع التشافي مع الجسم، ولكن الاخيره دي اللي خلتها قعدت فيها كتير قوي. وده لان هي ابتدت هي كانت اخر حاجه فاكراها، يعني متخيله ان هو على قد التورته، على قد يكلموا عليها شويه، على قد غير البنات. لكن ان احنا نوصل لدرجه ان احنا نبقى عارفين ان ده كان سبب في موتي في الحياه اللي فاتت. فانتوا متخيلين. فعشان كده دايما اقول مش دايما معرفه الحقيقه بتشفي خلاص. ساعات بتشفي
يعني وبتفك الكارما زي ما انتوا شايفين، بس بيبقى وجعها برضو محتاج قوة، يعني محتاج ان انتوا قوة تحمل عندكم عشان تقدروا تستحملوا الحقيقة ديت. خلاص اقول لكم ان كل الاشخاص اللي انتوا شايفينهم دول اتقابلوا تاني في الحياة ديت. انتوا متخيلين ان صاحبة مش الين بقى، صاحبة الين اللي هي اللي هم اصحاب قوي، لا اللي هي التانية دي اللي خانتها دي، اتقابلوا. كله موجودين. وعايزه اقول لكم ان الطرف الثالث اللي الين راحت اتجوزته في الحياه اللي فاتت، جالها في الحياه ديت وبرده كان عايز يتجوزها، بس هنا نفعها السور ريممبرنس خلاص، فهي مش هتعيد بقى تاني القاره. فاهمين قصدي؟ خليني اقول لكم برضو حاجه، خليني اقول لكم ان هي لما الين ماتت هي كانت لسه يعني كانت لسه مخلفه، يعني ما فيش يعني حاجات، بقى لها بس كام شهر. فانتوا شايفين كام كارما وكام اشخاص اتاذوا في العلاقه ديت. فعشان كده بقول لكم الغلط كان كتير ومن كل الناحيه، فهم كلهم كده مع بعضهم كلهم اتولدوا تاني. ده غير ان كارمة اصلا اليانج والطرف الثالث دي حاجه بقى تانية كده على جنب. فطبعا الين فككت كل، يعني هي الين خلاص فهمت كل كرمات كل حد، يعني هي بقت ماسكه سيديهات، عارفين زي مرتضى منصور كده ماسكه سيديهات على الكل، عارفه ده كان ايه وده كان بيعمل ايه وده في الباست لايف كان عامل ازاي. وصاحبتها الين معاها برضو بقت عارفه كده اهوت، وعارفه عشان يقدروا يفككوا الكارما بتاعتهم المفروض في الحياه ديت يعملوا ايه. خلينا اقول حاجه، ان الطرف الثالث مثلا هي عندها كارمة علاقات. هي بصوا هو كم شخص اتأذى، كم حد مات خلاص. فمثلا هتبقى حياتها العاطفية مش ماشية ومش هتمشي لحد ما تقرر انها توقف تعمل وقفة مع نفسها في الحياة ديت، وتقرر انها تفهم هو ايه اللي بيحصل خلاص، وتقرر انها تكسر كرمتها وتكسر كرمتها مع الين. يعني يحصل ان الين كمان تقرر انها تسامح او. فاهمين قصدي؟ كده على فكره كده انتوا زي ما انتوا شايفين، انتوا متخيلين ان من حياه، احنا بنتكلم في حياه باس لايف، الناس بقت بتفتكر وبيحصل لهم سور ريممبرنس وعارفين كل الديتيلز وكل حاجه للدرجات دي. فانتوا بقى متخيلين، عشان الناس اللي عشان كده بقول لكم الناس اللي بتستسهل الاذيه، ما تجيبوش لنفسكم يا جماعه الوجع والالم، لان زي ما بقول لكم مفيش حاجه بتعدي دلوقتي، واللي كان بيعدي زمان مش هيعدي بعد كده. هو الكارما وكل واحد بياخد كارمته، تاكدوا الموضوع ده. انتوا سواء انتوا بقى تابعتوا الاشخاص وحياتهم بيجرى فيها او ما تابعتهمش، كل واحد بياخد كارمته. يعني مين قال ان الين توصل لمرحله انها تبقى عارفه بالظبط كارمه الطرف الثالث، وان تبقى عارفه ان هي اللي اذتها، وتبقى عارفه ان هي اللي يا تسامحها يا ما تسامحهاش. خليني برضه اقول لكم حاجه، يعني بصوا عشان تعرفوا بس التغيرات بتاعه الين في المراحل من كتر، انتوا برضه عشان هتقيسوا مراحل التشافي بتاعتكم انتوا بتتغيروا شخصيتكم ازاي. يعني انا عايزه اقول لكم ان الفتره دي الين ابسط حاجه ان هم عادي كانوا جدا ان هم يبقوا بيتكلموا عليها وهي واقفه. انتوا متخيلين درجه ايه؟ هي ما كانتش بتعرف تاخد حقها، ولما بتزعل بتكتم وبتبعد، ما بتعرفش تيجي وتواجه وتقول انتوا ليه بتتكلموا عليا، انتوا ليه بتعملوا كده هوت، ما كانتش بتعرف تعمل الكلام ده. شوفوا بقى، تعالوا بقى اتفرجوا دلوقتي، شوفوا هي عامله ازاي عشان تعرفوا بس التشافي يا جماعه بيفرق ازاي. والشكرات عندنا لما بتبقى البلوك اللي فيها بيروح، يعني بنشتغل عليها وبتتفتح، انتوا بتقلبوا افاتار فعلا. يعني هي دلوقتي تخوف بلد، مش فارق معاها اي حاجه خالص يعني. وعلى فكره ده برضو بما ان احنا الايام دي برضو فيها، اصل الايام دي احنا خلاص، احنا زي ما قلت لكم احنا داخلين على زحل الحوت، فكل ما انتوا قدرتوا ان انتوا تتخلصوا من الكارما بتاعتكم. وخليني اقول حاجه، الكارما حلوه ووحشه. يعني ايه؟ يعني انتوا انا دي كده هشرحها تاني في الحلقه بتاعت الباس لايف، بس خدوها بس مني كده اهوت بسرعه، اوكي؟ هي عليها كارما ان هي سمحت للي قدامها ان هو، او من هم بقى كلهم خلاص، ان هم يستهزئوا بيها وان هما ما يحترموهاش خلاص. هي سمحت بكده هوت، سواء بقى هي كانت واعيه او غير واعيه، دي هنا هوت بنعتبرها يا جماعه ظلم للنفس. الكارما بتبقى اللي احنا ما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، زي ما كنت بحكي اللي هو حته البنت في الاول، البنت وحماها في اول الحكايه، اوكي؟ فهنا في كارما هي ظلمت نفسها ولازم تحررها، لازم تكسرها، اوكي؟ ادي واحده. الكارما التانية بقى ان هي كارمتها مع اليانج، اوكي؟ ان هي ما قدرت، يعني هي ما كانتش بتحس ان هو فعلا بيحبها بجد وكل الكلام ده. بيفكركم بحاجه بالظبط، انتوا شايفين الادوار بتقلب ازاي؟
بس فهنا في كارمتين، وبالذات توائم الشعلة. في ناس ممكن يبقى عليهم كارما وممكن يبقى عليهم واحده، يعني كده او كده. عشان كده بقول لكم ان الكارما اما الكارما ممكن تبقى كارما ايجابيه وممكن تبقى كارما سلبيه وممكن تبقى الاثنين. وفي الاغلب احنا كبشر بيبقى علينا الاثنين، لان احنا اصلا التلاعب النفسي بالايجو بيبقى قاعد يلعب بينا، فاحنا ما بنبقاش عارفين نحدد ايه الصح من الغلط، فبنبقى فاكرين ان احنا بنعمل حاجه صح، والحقيقه اللي احنا بنعمله دوت بيبقى بيضرنا، وبيبقى بيعمل تدمير ذاتي. فهي كل الستبس عشان كده هتفهموا هو ليه كان كل شويه بيجي لها الارشاد هي لازم تتكلم، عشان ما تبقاش بتعمل تدمير ذاتي. زي ما البنت اللي انا كنت بحكي عليها في اول الفيلم، في اول الفيديو، في اول الفيديو مع حماها، كانت لو هي ما واجهتش هتبقى بتعمل تدمير ذاتي لنفسها ولا خطيبها ولا علاقتهم كمان. ده غير ان كمان هو في بقى، انا مش عايزه اقول بقى حق مجتمع، بس قصدي اللي هو ايه الصح، ان احنا لما بيجي حاجه غلط عندنا بنوقفها. مش المفروض ان احنا نبقى بنمرر الغلط يا جماعه، لان تمرير الغلط دوت لو تخيلوا بقى كلنا قعدنا بنمرر في الغلط، الحياه دي هتتقلب غابه. اوكي، برضو في حاجه بيبقى فيه، مش عايزه اقول بيبقى فيه مده، بس بيبقى فيه مده وده انتوا بتبقوا عارفينها فوق بالاتفاق مع بعض بقى ايا كان يعني. بتبقوا في مده كده هوت انتوا بتقعدوها بتتعلموا فيها الدروس وبتخلصوا فيها الكارما بتاعتكم. اوكي، وما بينفعش ان انتوا تكسروا الكارما قبل ما تقعدوا المده المعينه دي. يعني خلينا ناخد المثل يعني على الحياه، على القصه بتاعتهم ديت. اليانج خلاص قبل كده ما كانش يقدر ان هو يطلع من حته الترسيم. عرفتوا بقى كان ليه لازم هو في ترسيم، هو كان لازم يحصل على فكره، ما كانش هينفع ان هو في الحياه ديت، لان زي ما قلت لكم في كارما اللي لازم هتتعمل، يعني لازم جايين الحياه ديت عشان تتعدل. تمام، فهيحصل ترسيم، هيحصل ترسيم. اوكي، فالفكره في ايه، ان هو ما كانش ينفع يعدي الستاب ديت، وما ينفعش يكسر الكارما من غير ما يحصل عمليه الترسيم. اوكي، هو مثلا دلوقتي يقدر يكسر الكارما بتاعته. قبل كده ما كانش يقدر، كان لازم يقعد مدة معينة يتعلم فيها دروس معينة بتشافي معين خلاص، لكن هو دلوقتي يقدر ان هو يكسر الكارما ديت. اوكي، برضو في حتة الصدمة او الكارما، هو الفكرة مش في مجرد الألم. يعني مش الفكرة ان احنا اصل هو مش احنا مش في عمليه نرجسيه هنا، احنا مش في اللي هو مش في عمليه تعذيب. خلاص، الفكره مش ان احنا الم ووجع وخلاص ولازم نمر بالوجع والالم، لا، الفكره اعمق من كده شويه. الفكره ان احنا لما بيحصل الم هو كانه بيبقى الكاتاليست، المحفز اللي بيدخلنا في حته ان احنا طبعا احنا عايزين نعرف دلوقتي احنا ليه بيجرالنا كده اهوت، فنبتدي نسال الاسئله الصح اللي توصلنا للاجابات، فنعرف احنا جوانا ايه المعتقدات اللي اتبنت، سواء بقى كانت المعتقدات دي او وعي جمعي او افكار او مشاعر من حيوات سابقه او من الحياه دي، او حتى من التجارب احنا مرينا بيها وفشلت مثلا، او احنا اعتبرناها انها فشلت، او التربيه وطفوله. خلاص، فكل ده بيخلينا ان احنا لما بنقعد مع نفسنا وبيحصل الصدمه بنقعد نسال الاسئله، فلما نسال الاسئله الصح بنعرف نتشافى ونوصل للاجابات الصح. لكن الفكره مش في مجرد ان الالم وان احنا لازم نمر بالالم عشان نتغير، لا، هي الفكره في اللي بعد الالم. يعني كأن اعتبروا كده الالم هو مجرد بوابه مرور لاجابات واسئله وحقيقه بعد كده انتوا بتعرفوها. على فكره يا جماعه كمان انتوا اليانج، عشان برضو نبقى بنقول الكلام الحق، يعني اليانج في الحياه اللي فاتت هما ما كانوش، بصوا دي برضو من الحاجات اللي انتوا هتبقوا محتاجين نفرقها. بمعنى ايه، اليانج شخصياتهم في الحياه اللي فاتت خلاص، هما كانوا على فكره كانوا يعني عارفه ما تقولوا كده برنس في نفسه، اللي هو ستات ورجال على فكره، اللي هما يعني علاقاتهم كتيره قوي، مفيش تحمل مسؤوليه نهائي تقريبا، ولكن ده مع بقيه الناس بس مش معاكم انتوا. خلاص، فرقوا يا جماعه، وديت بتعمل الكارما وبتقعوا فيها، والتلاعب بيخش لكم الحته دي. خلاص، انتوا بتنخدعوا بتشوفوا ان هو شخصياتهم كده مع كل الناس، يبقى هم هيبقوا معاكم انتوا كمان كده اهوت، بس الحقيقه ان لا، هم شخصيتهم كانت كده في عامه في حياتهم. عشان كده على فكره هم جايين بنفس الطاقه ديت في الحياه ديت عشان يشتغلوا عليها. عشان كده انتوا بتقولوا هم علاقاتهم كتيره، هم بسبب الباست انرجي بتاعتهم هم كانوا كده اهوت، هم كانوا فعلا علاقاتهم كتيره، مفيش مسؤوليه، اللي بيطلع في الدماغ بيتعمل في اي وقت في اي، مش اغلبهم كده اهوت. اوكي، ولكن عندكم انتوا
كانوا حاجة تانية خالص. عندكم انتوا هما فعلا ما اثروش معاكم، عندكم انتوا جابوا الاتحاد وكانوا عايزين الترسيم وكانوا بيحبوكوا جدا ومخلصين وكل حاجة، ورفضوا على فكرة، هما كانوا رفضوا يعني هما في الحياة اللي فاتت هما اليانج ما كانوش عايزين الاطراف الثالثه، ولا اصلا عايزين يرسموا مع اي اطراف ثالثه، هما كانوا عايزينكم انتوا بس، انتوا اللي رفضتوا. فهنا دي في كارما عليكم، سواء انتوا رفضتوا ان انتوا ترسموا او ان انتوا رسمتوا وانفصلتوا. خلاص، عشان كده انتوا جايين في الحياه ديت عليكم ان انتوا تعرفوا انتوا ايه الحاجات اللي منعتكم ان انتوا من اختيار الحب، ايه المخاوف اللي انتوا عشتوها او الظروف بتاعه الحياه او ظروف الطفوله اللي انتوا عشتوها اللي خلتكم تربطوا ان الحب يعني الم ويعني وجع. انا مش عايزاه، خليني، او انا استحقاقي اقل من ان انا ابقى عايشه في قصه حب كويسه. خلاص، فانتوا جايين بالطاقه ديت عشان تشتغلوا على الحته دي، وعشان كده انتوا المطاردين، عشان دوت حق اليانج عندكم. اوكي، احنا قلنا هنقول انكشافات بقى. خلاص، فاديكوا عرفتوا دلوقتي انتوا ليه انتوا المطاردين. ولكن خلوا بالكم عشان الادوار بتقلب. كارمة توائم الشعر، احنا بنسميها دي كارمة توائم الشعر، ان انتوا بتفضلوا من حياه لحياه لحياه، بتفضلوا ايه، مش عايزه اقول بتنتقموا في بعض وانتوا مش واعيين، بس هي بتبقى كده لحد ما انتوا في حياه واحده في مره واحده كده تقرروا انتوا الاثنين توصلوا لدرجه من الوعي. كفايه بقى انتقام من بعض، كفايه، هنشوف هنحلها ازاي. وهنا بتوصلوا انتوا الاثنين، ودي على فكره الدرجه دي مش هتقدروا ولا هتعرفوا توصلوا لها من غير ما تكونوا بتشدوا جدا في التشافي بتاعكم وتقربوا من الوحده النفسيه بتاعتكم. خلاص، عشان انتوا الاثنين تقرروا تسيطروا وتعرفوا تسيطروا وتتحكموا في الايجو بتاعكم، مش الايجو والاقنعه بتاعته هم اللي يتحكموا ويخوفوكم. اوكي، فتعالوا بقى نرجع للقصة بتاعة الين. فهي عندها مخاوف كتيرة جدا، هي عندها مخاوف من المستوى الاجتماعي، عندها مخاوف ان هي شايفة اعداء، عندها مخاوف هي شايفة اصحاب اليانج زي ما قلت لكم الطرف الثالث. هي برضو هم على فكرة بيتولدوا بطاقات مشابهة جدا، ما كانتش هي زي الحياة ديت. خلاص، فهي برضو كانت مش شلة الصحاب بتاعة اليانج، والشله برضو القريبه، ولكن هما في ما بينهم هنا هو كارما. اغلب اليانج ان ما كانش كلهم يعني، بس اغلب اليانج في الحياه اللي فاتت هم اساءوا استخدام العلاقات. خلاص، وده بعيد عنكم انتوا يا جماعه. يعني ايه؟ يعني هم ما اساءوش استخدام علاقتكم انتوا كتوائم، لا، هم بالعكس، هم الحياه اللي فاتت هم كانوا كويسين جدا معاكم انتوا، ولكن هم قبليكوا او عامه مع الناس التانية اللي حواليهم هم اساءوا استخدام العلاقات. تمام، وعشان كده هم جايين بالطاقه ديت، لانها طاقه قديمه من الحياه اللي فاتت، عشان يرجعوا يشتغلوا عليها في الحياه ديت. ان هم في الحياه دي هم محتاجين يفرقوا ويحطوا حدود صحيه، محتاجين يعرفوا ان مش اي حد اقدر اخش معاه في علاقه، وان مش اي حد احنا نكون متوافقين. خلاص، وكمان حاجه، عشان يناقشوا بالذات الرجاله، يناقشوا مبدا الست في حياتهم، مبدا العلاقه والشراكه الزوجيه الصحيه. مبدأ الست، هي فعلا الست درجة مواطن يعني كمواطن بقى درجة تانية، زي ما اغلب الوعي الجمعي لو لاحظتوا هيبقى بيتعامل معاها بالطريقة دي، بيفكر فيها بالطريقة دي ولا لا. لان انا زي ما قلت لكم احنا في الاول وفي الاخر احنا جايين نفكك كل الحاجات دي، فهم مهم ان هم يتناقشوا مع نفسهم بالطريقة دي. انتوا كيانج مهم قوي يا جماعة، الرجالة بالذات، ان انتوا تخلوا بالكم من النقط ديت. كمان برضو حاجة تانية، عشان في ناس في الفيديوهات اللي فاتت كان الحمد لله الحمد لله ان هم يتعدوا على الصوابع، بس برضه موجودين. اوكي، فانا عايزه اتكلم فيها. اتضايقت ان انا بقول ان مفيش حور عين، هو فعلا مفيش حور عين. انا ما اعرفش بصراحه فكره حور العين دي التفسير بتاعها جه منين، انا مش قادره. يعني انا كل ما بحاول ان انا اوصل في تحليل او ادور او كده، بلاقي ان انا مش لاقيه مين اللي طلع الفكره دي. خلاص، ولما حتى وصلت ان احنا عشان الناس بتقول البخاري، اوكي، ولكن صدقوني طلع البخاري كمان مظلوم، لان اصلا الحاجات دي طلعت بعد ما هو توفى ب 200 سنه، فيعني حتى هو ما كانش موجود. فانا ما اعرفش فعلا الفكره، الافكار دي طلعت منين. اصلا حور دي جايه من تمحور، يعني تحول، تمحور الشيء، تحول الشيء. اوكي، فانا مش عارفه ازاي اتربطت بجمال واتربطت بالمراه وبعدين هي اصلا الفكره بتاعتها بتنافي تماما لو احنا بجد بقى مؤمنين بان ربنا عادل. بصوا بقى يا جماعه، دايما كل حاجه هتلاقوا فيها كده جذور. لو احنا فعلا مؤمنين ان ربنا عادل، وان من اسمائه الحسنى ان هو العدل، يبقى زي ما قلت قبل كده هو وعلى فكره هو ربنا مش ذكوري، هو ربنا مش بشري. اوكي، فهو انتوا ليه هيدي الراجل حاجه ومش هيدي قدام الست حاجه؟
فاحنا محتاجين نفكك كل العلاقات دي. ده غير ان زي ما قلنا برضو الروح غير مصنفة. اوكي يعني. وعلى فكره من قريب جدا الشيخ خالد الجندي حتى قالها، يعني انا مبسوطه ان هو قالها، لان انا برضو بقيت اللي هو بقول يعني هو الناس، في ناس يعني للاسف لازم يسمعوا الحاجه يبقى من شيخ، ومثلا شيخ ازهري او كدهوت عشان يصدقوا المعلومه. عشان كده بقول لكم يا جماعه تبينوا، يعني انتوا لو انتوا شاكين صدقوني انتوا مش مستنين، اصل مش هينفع نروح لربنا ونقول له اصل الشيخ الفلاني كان بيقول كده، التجربه فرديه خلاص، واحنا بنتحاسب على كل حاجه. فانتوا تبينوا، انتوا دوروا وابحثوا وشوفوا وحللوا، وامال ربنا مدينا ليه المخ بتاعنا. اوكي. ما هو كمان برضو الفكره الجنه ما فيهاش يا جماعه، ما فيهاش راجل وست اساسا، وما فيهاش جنس على فكره. فاحنا وعايزه بقى اقول لكم حاجه، بما ان احنا فتحنا الموضوع دوت، ان اللي كانوا بيكلموني على موضوع متضايقين قوي من موضوع الحور العين ومش عارفه ايه كده، هم سابوا يعني. بصوا انا اقل فيديو عندي بتكلم فيه بتاع نص ساعه ده، ويعني وانتوا ابطال بصراحه ان انتوا بتقعدوا معايا للاخر بصراحه. بس انتوا متخيلين يعني سابوا كل حاجه وجايين لي بس في حته الحور ديت اللي كانت مضايقاهم جدا وبيتكلموا عليها. طب هو للاسف ما فيش، هقول لكم ايه. فانتوا محتاجين تلحقوا، يعني انتوا لو قاعدين مستنيين الجنه انها هتروح يبقى فيها الحور، لا، انا نصيحه مني الحقوا نفسكم في الحياه ديت. اوكي. وشوفوا الحور بالنسبه لكم ايه عشان تلحقوا تبسطوا في الحياه. لان وعلى فكره جنتنا الاساسيه هنا هوت قبل ما تبقى فوق، ونارنا هنا هو برضو. اوكي. واللي في الصحوه الروحيه عارفين يعني ان الواحد يبقى عايش في نار، لما بيبقى في حته كده اللي هو ما بين الصراع ما بين الايجو والروح. اوكي. والناس اللي لسه ما دخلوش الصحوه الروحيه برضو بيبقوا عايشين في الدنيا ديت، في الحاجات اللي احنا كل شويه الاحداث وللاسف اللي احنا زي ما بنقول هتزيد شويه قدام. اوكي. لحد بس ما الدنيا تتوازن. ف فموضوع وحاجه برضو تانية، خلوا بالكم عشان الناس اللي كانت معترضه، خلوا بالكم ناقشوا فكرة الست ومعتقد الست، وانتوا اصلا بتبصوا للست ازاي. لان الفكرة في حاجة ان احنا كرمتنا بتتحدد، يعني انتوا الكارما بتاعتكم اللي هتعملوها في الحياة دي هتحدد الحياة الجديدة، اذا كنتوا هتنزلوا اصلا في شخصية راجل ولا شخصية ست. لما احنا مثلا بنبقى حاسين بمشاعر عار، فاحنا ما بيبقاش فيه اي استمتاع. اوكي. فدلوقتي مثلا برضو من ضمن الحاجات اللي احنا محتاجين نفككها، هو احنا دلوقتي لما نخش في علاقة جسدية مع البارتنر او شريكنا، هل احنا بنعملها من منطلق برضو العادة السرية؟ يعني نفس طريقة الافكار بتاعة العادة السرية. يعني هو ايه الفرق؟ ان العادة السرية انتوا بتبقوا لوحديكوا، لكن انتوا دلوقتي مع حد، فانتوا حاسين بمشاعره، قادرين تفهموا الشخص اللي قدامكم احتياجاته ايه منكم، سواء هو الراجل او هو الست. وهنا بس الاغلب انا هتكلم على حتة الستات، احتياجات الست، لان الست بطبيعتهم هم بيبقوا على فكرة، هم برضو بيبقى ليهم كل الاحتياجات وكل حاجة، بس هم بيكتموا وبيسكتوا خلاص. فعلى الراجل ان انتوا هنا تناقشوا المواضيع دي، تعرفوا انتوا احتياجات، انتوا بتحسوا بالست اللي بتلبوا رغباتها، بتفكروا اصلا في رغباتها، ولا انتوا بس الاهم حاجه عندكم ان احنا نلبي احنا رغباتنا. اوكي. وخلينا نتكلم بصراحه، مش هتعرفوا تعملوا الحته دي من غير ما تكونوا متصلين من الحته اللي جواكم، لان دي هتحتاج منكم ان احنا نبقى احنا اللي متحكمين في الايجو، مش الايجو اللي متحكم فينا، عشان يدينا مرونه في الفكر، ونقعد كده ما ناخدش كل حاجه على اعصابنا وعلى الذكوره بتاعتنا او رجولتنا او كده اهوت. نقلب الموضوع بطريقه تانية. الستات بقى، انتوا خلينا برضو نتكلم عشان احنا برضو نبقى ايه بننصف يعني نبقى قاعدين في الكلام بتاعنا. انا زي ما قلت لكم ان الطاقه الذكوريه اصلا هي لها الصوره الكبيره، الطاقه الذكوريه ما بتفهمش في التفاصيل الصغيره. عرفتوا ليه كنت بقول لكم يا جماعه ان هو يعني عشان كده كنت بقول ان الست لما بتكون متوازنه بتساعد الراجل ان هو يتصل بالحته اللي جواه اكتر، يتصل بالست اللي جواه، ويتصل بالراجل كمان اللي جواه. فانتوا ستات عليكم ان انتوا تتوازنوا عشان تقدروا برضو انتوا تساعدوا الرجاله ان هم يعرفوا يتواصلوا مع نفسكم. وعشان انتوا تقدروا تعملوا الحته دي، مش هتعرفوا تعملوها من غير ما تكملوا التشافي بتاعكم، مش هتعرفوا تعملوها من غير ما انتوا توصلوا ان انتوا توازنوا الطاقه الذكوره والطاقه الانثويه، وتبقوا بتتكلموا بحريتكم، يعني بتعبروا عن نفسكم ومشاعركم. اعترف ان المجتمع العربي هو مين اللي بيربي فيه؟ هي الست تقريبا، يعني الاغلبيه هي الست هي اللي بتربي. وعلى فكره دوت غلط
خلاص. الصح ان التربيه بتبقى من ناحيتين، لان زي ما قلت لكم، لان دي ليها صفات، الطاقه الذكوريه ليها صفات والطاقه الانثويه ليها صفات. فهو ربنا خالق كده هوت علشان الاب بيدي صفات والام بتعرف تدي صفات. خلاص. الاب بيدي الامان، الام بتدي المشاعر والحب والعطف وكل الكلام ده. خلاص. يعني مهم برضو ان الراجل احنا ما نتعاملش معاه على اساس ان هو ATM وبس. لا، الصح ان الست ما تتعاملش معاه بالطريقه دي، وهو ما يتعاملش مع نفسه بالطريقه ديت. فيبقى العلاقه، الشراكه الزوجيه فيها استمتاع، فيها حب، مش فيها جفاف كده هوت، فيها برود مشاعر. فاهمين قصدي؟ فخلينا برضو عشان نكون منصفين، لو احنا بنقول ان الطاقه الذكوريه او الرجاله فيهم تصرفات نرجسيه، فخلينا نعترف ان ده بسبب تربيه الام مش تربيه الاب اللي على الاغلب. لان الام هنا هي ما هي بتربي من ناحيتين، ست وراجل، وبتدخل كل ده في ده، وهي نفسها ما بتبقاش متشافيه، وهي نفسها اصلا يعني مثل مشاعرها ملخبطه خلاص، وطاقتها مش متظبطه، الدنيا بتبوظ. حاجه عايزه اقولها بالذات بقى للبنات يا جماعه والستات عامه، خلوا بالكم ان بصوا المشاكل بتاعتنا عامه، مشاعر بقى الرفض والنبذ والترومات بتاعتنا، لو ستات بتتخزن عندكم في الرحم. اوكي. ف ف ف اللي هو يعني اللي هو شكل الجذر. اوكي. فانتوا محتاجين تنظفوا برضو اول باول الموضوع ده جدا. خلوا بالكم حاجه، ان انتوا لما انتوا عارفين ان الرحم بيخزن كل الداتا، وبيخزن لو مثلا في علاقات جسديه او اي حاجه بيتخزن فيها، وبيقعد مخزنها لمده 7 سنين. فانتوا محتاجين ان انتوا تتاكدوا قبل ما تخشوا في اي علاقه. نصيحه يا جماعه، نظفوا. انتوا ولو كنتوا متجوزين وبعد كده انفصلتوا وعايزين تخشوا في علاقه تانية، نظفوا. كل ده لخبطه، كل ده بيعمل لخبطه عامه. هنا مش بتكلم على توائم شعله بقى، بتكلم على كل الستات عامه. خلوا بالكم ده بيعمل لخبطه، انتوا بتبقوش فاهمين اللخبطه دي جايه منين. عشان كده كنا بنقول يا جماعه، فاكرين بقى في الاول خالص لما كنت بتكلم على طاقه على ان طاقه الشاكرا الجذر مرتبطه، شاكرا الجذر والسيكرال شاكرا، السولر اللي هي الروت شاكرا والسيكرال شاكرا، الجذر والجنس، الاثنين مرتبطين بطاقه بسريان طاقه المال في حياتنا. خلاص. فكل ما كنا منظفين وعايشين من حته الحب، خلاص، كل ما الدنيا بقت الاموال بتتدفق علينا. وعشان كده توائم شعلة انتوا اكتر ناس الدنيا والتسهيل بتبقى عندكم لما بتبقوا متشافين، ولما بتبقوا في وحدتكم النفسيه، ولما بتعرفوا تبقوا مسيطرين على كل المخاوف والمشاعر اللي عندكم ديت. اوكي. وعشان كده برضو تاني بنقول ان في مش كل حد تقدروا، في محتاجين تتاكدوا في جوازاتكم، مش اي شخص بارتنر ينفع ان انتوا تتجوزوهم. عشان كده برضو ان في اشخاص بيبقى تحسوا ان هم وشهم حلو عليكم، الحياة بتتفتح معاهم. هو ده لان هو في ناس بتبقى منظفة. خلوا بالكم الاتصال في العلاقة الجسدية هو اتصال. تخيلوا بقى انتوا كده كمبيوتر بتتصلوا كل حاجة بقى، فشاكرات وكرمات من حيوات سابقة ومن الحياة الجديدة، ولو في علاقات قديمة وعلاقات جديدة، ولو في جوازات، ولو في كل دوت بيتفتح على بعض. فانتوا تحسوا بقى فيروس 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 لو ما فيش تنظيف. فخلوا بالكم من الحتة دي، مهمة جدا 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 التنظيف يا جماعة. ناس كتير قوي عاشت من ارواح توائم الشعلة. كنتوا انتوا في الحروب اللي هي بتاعت مثلا كل الحروب اللي احنا كنا بنتكلم عليها دي، ومثلا زي بتاعت عرب الاندلس دي، هم تم حرق كل. خلوا بالكم الفترة دي العرب كانوا شاطرين جدا في كل العلوم، اللي هو الحسابات بقى والفيزيكس والفلك وكل الكلام ده، كانوا شاطرين جدا جدا جدا. فتم يعني هما من الاخر كده الغرب عملوا ايه من الاخر، هما حرقوا الحاجات اللي هما بتدل على القيمة بتاعة الحضارة بتاعتكم، ولكن احتفظوا بالعلم والتطور في العلم اللي العرب وصلوا له. خلاص. وبقوا بياخدوها عندهم علشان يدرسوه في الجامعات بتاعتهم. فمن هنا حصل الفروقات اللي انتوا بتشوفوها في فروق التعليم ديت.